السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يزيد محمد فايز، وأنا طالب في تانية ثانوي. حبيت أشارك معاكم فكرة حلوة هتفيدكم إن شاء الله في مذاكرة الإنجليش عموما يعني. تمام. صراحة وأنا بذاكر كده لاحظت حاجة، إن في أفعال بتنتهي ساعات بنفس المقطع كده، تحس إن لها إيه، نفس المقطع كده، ونفس تحس إن برضه بتدي الجنب بتاع نفس المعنى ده. فمثلا على سبيل المثال في أفعال بتنتهي بالمقطع كيت. المقطع ده مثلا على سبيل بتنتهي بالمقطع كيت، فمثلا عندك على سبيل المثال communicate, fabricate, dedicate, indicate, delicate, navigate, investigate. ففي معاني كتير، replicate حتى. تمام. وبس بصراحة تمام. كمان بتتميز الكلمات دي او الفيربس دي خلي بالك فيربس، وبتتميز الفيربس دي بانك انت لو عايز تجيب الناونز بتاعتها بتضيف ايشن في الاخر. فبنقول communication, fabrication, education, dedication، تمام، indication، وهكذا. فديت ميزة برضو حلوة قوي ساعة الحفظ، انك انت بتحفظ خلاص، انت اوريدي ما تعبتش، خلاص انت عرفت القصة ان الكلمات ديت ايشن فخلاص تمام، انت هتحفظ الفعل واوريدي خلاص انت حفظت الاسم مجرد ما انت حفظت الفعل اصلا. تمام. كمان مش شرط خلي بالك، مش شرط برضو المقطع ده، في مقاطع كتير بتتكرر في اللغة الانجليزية. على سبيل المثال مثلا انا لاحظت برضو ان المقطع فاي ده اللي هو simplify, clarify، تمام، identify، وبس. المقطع ده برضو بيتميز برضو انك انت لو عايز تجيب الاسم بتاعه بتعمل كيشن في الاخر. تمام. زي مثلا على سبيل المثال اللي هو simplification، ماشي، identification، وهكذا. تمام. فديت ميزة برضو انك انت بمجرد برضو ما تحفظ الفعل انت حفظت الاسم. تمام. فانت لو حفظت 15 فعل انت حفظت جنبهم 15 اسم، فانت حفظت 30 كلمة بمجرد ما حفظت بس خدت كده. تمام. بس وحفظت الافعال بتاعتهم. وبرضه مش شرط وخلي بالك برضه مش شرط المقطعين دول، في مقاطع تانية. تمام. بس ديت الفكرة يعني. فانا حسيت ان الفكرة دي ممكن تفيدك يعني في المذاكرة الانجليش. تمام. وممكن في فيديو تاني هجمع لكم مقاطع كده، وانا بلاحظها كده هجمع لكم المقاطع كده في فيديو واحد، كذا مقطع كده 10 مقاطع ولا حاجة، بحيث انهم يفرقوا معاكم في الحفظ والمذاكرة. بس كده. لو عجبك الفيديو وعجبتك الفكرة ما تنساش اللايك وكومنت كده على السريع لو عجبك الفيديو يعني. لو ما عجبكش بس خلاص مش ضروري اللايك. وسلام.